عبد اللطيف رجعت تاني للترند بعد توقعات جديدة في البحر المتوسط، وقالت إن المنطقة هتشهد أحداث كبيرة غير مسبوقة، والناس بدأت تربط كلامها بالتغيرات المناخية اللي العالم بيشوفها الأيام دي والتحركات اللي بتحصل في المتوسط. وده فتح نقاش واسع، هل التوقعات دي مجرد صدفة ولا في حاجة وراها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع. ليلى عبد اللطيف في ظهورها الأخير على قناة لبنانية توقعت إن البحر المتوسط هيكون مركز أحداث غير متوقعة خلال الفترة اللي جاية، وقالت إن في فيضانات وأمطار غزيرة هتضرب بعض الدول المطلة على المتوسط وهتعمل خسائر بشرية ومادية، وإن في زلازل ممكن تحصل في أماكن عمرها ما تسجل فيها زلازل قبل كده، وده سبب حالة قلق كبيرة عند المتابعين، خصوصا إن تقارير مناخية حديثة زي تقرير الأمم المتحدة عن المناخ حذرت إن منطقة المتوسط بتعتبر أكتر منطقة معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي. التوقعات دي خلت الناس تربط بين كلامها وبين اللي حصل السنة اللي فاتت لما فيضانات ضربت اليونان وإيطاليا وتسببت في دمار واسع، وكمان لما تونس وليبيا تعرضوا لعواصف مطرية قوية. فبقى السؤال، هل التوقعات دي صدفة ولا متاخدة من تقارير علمية موجودة فعلا ومعروفة عند الباحثين؟ غير البحر المتوسط، ليلى عبد اللطيف اتكلمت عن أزمات سياسية في العالم العربي، وقالت إن تغيرات وزارية مفاجئة هتكون في بعض الدول العربية، وإن في قرارات اقتصادية مثيرة للجدل هتعمل انقسام عند الناس. والتوقعات دي بتتماشى مع اللي بيحصل فعلا في أكتر من دولة عربية الفترة الأخيرة، من تعديلات وزارية مفاجئة وإجراءات اقتصادية صعبة. ومن الحاجات اللي عملت جدل كبير توقعها بخصوص جنازة رئيس شخصية عربية بارزة في 2025 أو 2026، وناس بدأت تحاول تخمن هي تقصد مين بالظبط، وده اللي خلى الكلام ينتشر بسرعة على السوشيال ميديا، بالإضافة عن كلامها عن ضباب كيميائي ممكن ينتشر في بعض الدول العربية ويسبب حالة خوف عام، واللي الناس ربطته بالحديث عن أسلحة غير تقليدية أو تجارب سرية. كمان من التوقعات المثيرة إنها قالت إن أقمار صناعية هتتعطل فجأة، وده هيؤدي لانقطاع الإنترنت والاتصالات في بعض المناطق، وده السيناريو مش بعيد عن الواقع، لأن وكالة الفضاء الأوروبية قبل كده حذرت إن نشاط شمسي متزايد ممكن يسبب أعطال في الأقمار الصناعية والأنظمة التكنولوجية. بالنسبة لقطاع الطيران، قالت إن في مشاكل كبيرة جاية، وإن في طيارة مدنية ممكن تختفي فجأة، وده هيعمل صدمة عالمية خصوصا بعد تجارب سابقة زي اختفاء طيارة ماليزيا اللي لحد النهاردة ملهاش أثر، والتصريح ده زود حالة الجدل حوالين توقعاتها. أما على المستوى العالمي، اتكلمت عن اتفاقيات سلام غير متوقعة بين دول بينهم مشاكل كبيرة، وقالت إن ده هيغير شكل التوازنات السياسية في العالم، والتوقع ده مرتبط بأزمات مستمرة زي أوكرانيا وروسيا أو بعض الملفات العالقة في الشرق الأوسط، ولأي تغيير فيها هيكون فعلا حدث عالمي. وفي أوروبا توقعت أن فرنسا هتشهد أزمات كبيرة في السياحة بسبب مشاكل داخلية، لكن الحكومة بعد شوية هتقدر تسيطر على الوضع. والتصريح ده جه بعد فترة قصيرة من احتجاجات واسعة أثرت بالفعل على الحركة السياحية في باريس ومناطق تانية. ورغم كل الكلام ده، لازم نفتكر أن مش كل توقعاتها بتتحقق زي ما حصل لما قالت أن كاميلا هاريس هتفوز بالرئاسة الأمريكية، لكن اللي حصل ان دونالد ترامب رجع للرئاسة. وكمان لما توقعت ان الوضع في المنطقة العربية مع الكيان هيستقر، وده ما حصلش، بالعكس التوتر زاد بشكل اكبر. يعني توقعات ليلى عبد اللطيف بتفضل دايما مثيرة للجدل، لان في حاجات بتتحقق وبتخليها حديث الناس، لكن في نفس الوقت في حاجات بتفشل وبتخلي في شكوك حوالين مصداقيتها.